في مندوب بيشرح للعميل كل حاجة عن المنتج، وبعدين يسكت ويستنى العميل يسأل، ولو العميل ما سألش فالمندوب بيعتبر المقابلة ماشية كويس. مندوب دخل عند عميل شرح له المنتج والسعر والعروض، وفي الآخر قال له لو عندك أي سؤال أنا تحت أمرك. ساعتها العميل رد عليه وقال له تمام، هفكر وأبقى أكلمك. المندوب رد وقال تمام، خد وقتك وأنا مستني رد، وخد بعضه وخرج. بس هو خرج من عند العميل من غير ما يعرف ايه اللي مخلي العميل متردد ومحتاج يفكر: السعر، المنتج، ولا هو اصلا مش محتاجه؟ ما هو ما سألش، هيعرف منين؟ المشكلة ان مش شغلتك تستنى العميل يقولك هو محتاج ايه. المفروض انت اللي تسأله ايه اهم حاجة بتفرق معاك في الصنف ده: السعر، سرعة الحركة، ولا المكسب؟ سؤال واحد صح ممكن يفتح لك كلام اكتر من 10 دقايق شرح. قول لي بقى، انت لما بتدخل على عميل جديد بتشرح وتستنى، ولا بتسأل وتخليه هو اللي يديك مفتاح البيعة؟ طب اكتب لي اول سؤال بتسأله للعميل.